قال مركز وحي المصيب لما حضرت أبا طالب مركي أصو حاضرتي الوفاة جيريدي مركي أصو حاضرتي دخل عليه النبي نبي أصو قالي صلى الله عليه وسلم وبارك على أبو طالب أديركي والحال أصو قالي عنده أبو طالب أكتي سنة أبو جهل وياهي وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية وأكتي سوياهي فقال مركز وحي رسولك صلى الله عليه وسلم أي عمي أديرك يو قل له لا إله إلا الله كلمة له لا إله إلا الله نكبد لنا محل كده نكبد لنا أي عمي أديرك يو قل له لا إله إلا الله ده كلمة له لا إله إلا الله في محل نسب تاجنت هذا في محل نسب أي تاجنت هذا كلمة ده أديرك يو كلمة داس أحاج لك أن كل حجيتمه بها كلمة داس عند الله إله يكتس أن كل حجيتمه عز وجل وحجة كون نقطة حجة كلمة كون نقطة أهل التوحيد أتاي أهل الجنة أتاي كلمة السنيسة كلمة أديرك يو كل واحد فقال له أبو طالب أبو جهل وحكيري وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب واحد نعي عن ملة عبد المطلب بالدينتي عبد المطلب أياد نعي فلم يزالا لبدي صاحب كمزول يكلمانه أبو طالب إن الله هذا الأيام حتى كان آخر شيء إلى شيء قدام بيوكا هذا شيء قاس وكلمهم به كلمهم يجي وكره هذا لي به شيء قاس وكره هذا لي وكي قدام بيو النقضه على ملة عبد المطلب أموت على ملة عبد المطلب دينتي عبد المطلب أيام كوجيريون وسداس ومركة توحيدك يا نبي وسوا جدي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أيو كديدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أديرك وحكيري لا استغفرن لك كود من داف دلبه وكود من داف دلبه ما مددي لم أنهى أن لا يقرب عنك عن استغفارك استغفرت هذا هدان لإيديدين وكسر دعيناه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فنزلت هذه الآية أيضا مركز سودكتي ما كان للنبي نبي ما أهان من أهبونا يولدين كوي آمنوا إلهي رسوش سرميان أن يستغفروا إن يود من داف دلبان للمشركين ولو كانوا أولي قرباء قرابك والصاحبة هبن نقضان ما يلير إلهي وأدي سبحانه وتعالى ونزلت هذه الآية أيضا هذا ويسودكتي إنك أديك النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي مهنون كرتد من روح مهنون كرتد روح سو أحببت روح هذه الداية اللي جعلاتي أديك أود هذا كم مهنون كرتد آيات هذا ويسودكتي عن علي قال مركز وحي سيدنا علي سمعت رجلا نن أيان مغلي نن كاسو يستغفر لأبويه لبديسي آب ودن بداف دلبي والحال هما لبدا آب مشركان إيين كوا قالا فقلت مركز وحان إلي أتستغفر اللهما ما لبدا دي والدة ودن بداف دلبي والحال هما لبدا مشركان إيين لو مشركين أيقوا ميد ودن بداف دلبي يكويرو فقال مركز وحي ننكي أولم يستغفر إبراهيم لأبيه نبي الله إبراهيم يان أبيه سد من داف دلبينو فأتيت النبي يان أتجي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فذكرت ذلك حكم كاسان له نبي أشجع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فنزلت هذه الآية آياتنا مركز سودكتي وما كان ما هان استغفار إبراهيم نبي الله إبراهيم دم داف دلبديسي لأبيه أبيه ودعي دم داف دلبي ما هين إلا عن موعدة لأجل موعدة بلن درتيس أيوه استغفار دلبي موعدة وعدها نبي الله إبراهيم بلن كاسو بلن قاضي إياه إيا أبيه